خليني اسالك سؤال بسيط كده، عمرك ما كان عندك طقم لبس معين بتحب تلبسه؟ طقم كده اول ما تلبسه بتحس انه شبهك، اصحابك عارفينك بيه، ولو لا قدر الله حصل لك حاجه اول ما والدتك تشوف الطقم ده تفتكرك على طول. الطقم ده مش مجرد لبس، ده هويه، ده شخصيه، ده حاجه بتعبر عنك من غير ما تتكلم. طب اسمح لي اقول لك حاجه اعمق من كده بكتير. انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نفسك يكون ليك حاجه بتعبر عن حبك ليه؟ تحب تقرب منه بعمل مش بكلام؟ هقول لك على حاجه عظيمه جدا. في شهر كامل 30 يوم الرسول عليه الصلاه والسلام قال عنه: رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر امتي. شهر شعبان النبي قال عليه شهري. كان الرسول عليه الصلاه والسلام بيكثر من الصيام في شعبان، لدرجه ان اصحابه نفسهم كانوا بيسالوا رسول الله: يا رسول الله، نراك تصوم في شهر شعبان اكثر من اي شهر اخر الا في رمضان. فرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر ترفع فيه الاعمال الى الله، وانا احب ان يرفع عملي وانا صائم. شوف المعنى، الاعمال بتطلع والنبي عاوز عمله يطلع وهو صايم. يبقى شهر شعبان ده مهم ولا لا؟ ده شهر مهم جدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطالما احنا بنحب النبي فاي حاجه تخص النبي فاحنا بنحبها ونقدرها ونعملها. خلينا اوسع لك الصوره شويه. احنا اعمالنا بتعرض على ربنا سبحانه وتعالى باستمرار، بتعرض مرتين في اليوم بعد صلاه الفجر وبعد صلاه العصر. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا على الصلاتين دول بالذات. لما ربنا سبحانه وتعالى يسال الملائكه ويقول لهم: ماذا وجدتم عبادي؟ قالوا: يا رب وجدناهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وكمان الاعمال بتترفع مرتين في الاسبوع، يوم الاثنين ويوم الخميس، وعلشان كده مستحب الصيام فيهم. وكمان بتعرض مره واحده في السنه، خلي بالك، في شهر شعبان، وده سر عظمته. وفي عرض اخير بيكون في اخر العمر، اللهم احسن خاتمتنا جميعا. يبقى شهر شعبان ما ينفعش يعدي علينا كده من غير ما نستفيد. ما ينفعش اعمالنا تعرض على ربنا سبحانه وتعالى وهي مليانه ذنوب وتقصير وغفله. ميزه شهر شعبان ان هو عامل زي تمرين لشهر رمضان. رمضان الشهر اللي لو يوم منه ضاع منك هتزعل عليه زعل عمرك. بس خلينا اكون صريح معاك، ممكن تضيع كتير في رمضان لو دخلت من غير استعداد، لان مفيش حد بيبدا عظيم، لازم يتمرن الاول. اصل مفيش لاعب بيجيب هاتريك من اول ماتش ليه في حياته. مستواك في شعبان هو اللي هيحدد مستواك في رمضان. قد ايه اجتهدت في شعبان قد ايه هتستمتع في رمضان. كل ما تتعب في شعبان كل ما يبقى رمضان اكنه ماتش نهائي ليك وانت في اعلى فورمه ليك. طيب اعمل ايه دلوقتي عشان ارتاح في رمضان؟ اولا الصلاه. ما هو انت لو ما كنتش بتصلي الفروض في شعبان انسى انك تصلي التراويح في رمضان. ثانيا رد المظالم، لو انت ظالم حد رجع له حقه قبل ما تدخل على ربنا بعمل ناقص. ثالثا الصلح بين المتخاصمين، ما ينفعش تطلع من شعبان وانت مخاصم حد، لازم تصالحه عشان ربنا يغفر لكم انتوا الاثنين في رمضان باذن الله. رابعا ليله النصف من شعبان، ودي محتاجه منك شغل كتير، قيام وصلاه وقران. قران. خامسا ورد القران، لازم يكون لك ورد من القران كل يوم حتى لو صفحه واحده. بس لو ما بداتش قراءه قران في شعبان انسى انك تختمه في رمضان. سادسا قيام الليل، مش شرط كل يوم، مرتين في الاسبوع او مره حتى في الاسبوع. المهم تبدا عشان لما تيجي التراويح والقيام في رمضان ما تبقاش تقيله عليك. سابعا الصيام، استغل الشتاء والنهار القصير، صوم اثنين وخميس او حتى يوم في الاسبوع بس تتعود عشان رمضان جاي. ثامنا الذكر والاستغفار، عطر لسانك دايما بالذكر عشان لما يجي رمضان يبقى سهل عليك. تاسعا بر الوالدين، كفايه عقوق وكفايه تقصير، الايام دي فرصه مش هتتعوض. عاشرا صله الرحم، حتى لو بمكالمه تليفون اتصل على قرايبك طمن عليهم، صل رحمك. وفي النهايه اي عمل خير هتعمله في شعبان هتعمل اضعافه في رمضان. الفرصه في ايدك ما تضيعهاش. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا كده خلصت، سلام عليكم.